يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، وفي رواية من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، يعني بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. لاحظوا كيف أئمة ضلال، نسأل الله العافية، رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أخوف ما أخاف على أمتي، يعني أخوف شيء يخاف على هذه الأمة ويخشى سوءه وأضراره، قال: الأئمة المضلون. هذا أخوف شيء. بل كما جاء في حديث أبي ذر، قال: لما خرجت مع النبي مخاصر النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد، فقال: غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال. قال: فلما وصلنا بيته وكاد أن يدخل قلت: يا رسول الله، قلت غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال، فما هو؟ قال: أئمة مضلون، أئمة الضلال، وهم